ليه كنا بنحب يحيى؟ ليه حبينا شخصية يحيى في الفيل الأزرق؟ أو بمعنى أدق ليه تعاطفنا معاه بالرغم من إن المخرج من أول مشهد هو بيوصل لنا فكرة إن يحيى مدمن وملوش في حاجة غير الشرب، ده كان عن طريق الهرم اللي كان متكون من أزايز بيرة في المطبخ. غير إنه مع استمرار الأحداث نكتشف إنه كمان سبب في موت مراته وبنته. من المنطقي إن الشخصية دي تبقى مكروهة أو على الأقل يكون وجودها مزعج للمشاهد. ومع ظهور سامح زيدان بتبان عبقرية مروان حامد في إنه بنى بينه وبين يحيى عداوة بسبب إن يحيى اتجوز البت اللي سامح حبها، وده كان الدافع الكبير اللي خلى سامح عايز ينتقم من يحيى بأي طريقة ودايما بيغل منه. في كل مشهد بيزيد حقده على يحيى، والحقد ده اللي خلق عند المشاهد إحساس بالغضب أول ما يشوف سامح، لدرجة إنه أول ما يحيى ضرب سامح بعد ما عايره بموت مراته وبنته الكل ارتاح كأن ده المفروض كان يحصل من زمان. العبقرية هنا فين بقى؟ العبقرية في إنه جاب لك شخصية حقودة وخلاك تتضايق من وجودها لدرجة إنك عايز تفش غلك فيه بنفسك، وبالتالي مش هتركز مع عيوب يحيى وهتبدأ تميل لناحيته أكتر وتتعاطف معاه. غير إن بسبب سعي يحيى في قضية صديقه عمره شريف ومحاولاته إنه يطلعه بريء من قضية قتل مراته بالرغم من إنه عارف إنه كده خالف القانون ولو اتقفش هيخسر شغله. وغير إن شريف زمان رفض إنه يجوزه أخته لبنى اللي لسه بيحبها بعد ما بعد عنها 10 سنين، بس كل ده ساعد المخرج في إنه يخليك تحس إن يحيى شاب وصاحب صح. وهنا خلاص تعاطفك مع يحيى زاد من غير ما تحس، وبيزيد أكتر وأكتر لما بيجي مشاهد ليحيى وسط الأحداث وبيحسسك إنه دايما حاسس بالذنب ومفتقد مراته وبنته ومش عارف يعيش حياة طبيعية. فكل ده خلاك توصل لدرجة إنك عايز تدخل تساعده في بعض الأوقات، لحد ما خلق عندك شعور بالفرحة في آخر الفيلم لما رجع للبنى حبه القديم وحياته استقرت تاني. من أهم أسباب حبنا ليحيى هي الكيمياء اللي بين أحمد مراد ومروان حامد في بناء الشخصيات وسرد الأحداث اللي خلانا حتى ما نحسش بكره اتجاه يحيى في أي موقف. غير كمان الأداء العالي لكريم عبد العزيز ومحمد ممدوح وخالد الصاوي.